عطر الزهر وزفيره نغم. نقولها مع بعض. يلا. بابا قال لي خلي بالك خلي بالك من المرور، يوم حبيتي تعدي طريقك، إن حبيتي تعدي طريقك، لما تشوفي النور الأحمر استنيش ويا ولا تعديش. قولوا معايا. لما تشوفي النور الأحمر استني شوية ولا تعديش، لما تشوفي النور الأصفر، لما تشوفي النور الأصفر خلي بالك وما تمشيش، خلي بالك ولا تمشيش، لما تشوفي النور الأخضر، لما تشوفي نور الأخضر عدي يا حلوة ولا تخافيش، عدي يا حلوة ولا تخافيش. أعتقد إن ضيفنا جه وإحنا دلوقتي ما لعبناش في الأورج ولا حاجة عشان الفنان هاني شنودة ما يزعلش مننا. أهلا بيك. نبتدي بقى برنامجنا من لحظة وصول الفنان هاني شنودة ونقول أهلا بيه مع برنامج زهور وأنغام، وبنكمل مع بعض رحلة الأورج. أهلا بيكي. الفنان هاني شنودة احنا استعرضنا في الحلقة السابقة قلنا إن الأورج فيه 5 أوكتاف بشرح طبعا مفصل. نحاول نقول ايه هو الاوكتاف تاني مرة تانية، وبعدين نقول ايه هو اللي جوه الاوكتاف. اولا احنا بنشوف جوه الاوكتاف صوابع بيضة وصوابع سودة. الفنان هاني شنودة يقول لي ايه هي الصوابع البيضة وايه هي الصوابع السودة وايه الفرق بين دي وبين دي. الاوكتاف زي ما هو باين من اسمه باللغة اليونانية يعني 8. 8 يعني عندنا 8 نوت. لو قلنا انهم دو ري مي فا صول لا سي دو. برافو. مين قال دو؟ جدع. فلو نقولهم مع بعض دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. احنا عندنا 8 من دول يعني 8 على مراحل مختلفة. الصوت الغليظ وبعدين الصوت المتوسط وبعدين الحاد والأكثر حدية وهكذا لما بيكملوا 5 يعني كده. دول 2 أوكتاف كده. دول 3 أوكتاف. وممكن نكمل أحد وممكن نكمل أغلظ.
هو نفس الحكايه. يعني احنا اللي في الوسط اللي هو احنا قلنا ان احنا عندنا 5 اوكتاف، اللي في الوسط ده الصوت العادي متوسط. الطبيعي، وبعدين اللي على ايدي اليمين بيبقى الحاد، واللي على ايدي الشمال بيبقى الغليظ. صح. برضو نحاول استاذ هاني نسمع برضو تاني، ادي الغليظ على ايدي الشمال، وادي الحاد على ايدي اليمين. ادي الغليظ قوي، ادي المتوسط، ادي الحاد. استاذ هاني اقدر اقول ان الصوت الطبيعي اوكتاف 1 والحاد 2 والغليظ 2. مظبوط. هل في سبب لكده؟ هو ما طبعا في سبب ان الالات الموسيقيه دايما العازف بيتوسطها. يعني احنا ممكن نقعد على البيانو باننا نشوف المفتاح فين واحنا حتى مغمضين، نقعد بالظبط في النص. أيوة. فنلاقي هنا على ايدنا اليمين الاصوات الحاده، وعلى ايدنا الشمال الاصوات الغليظه. ايوه. وده معمول بالنظام ده علشان اللحن او اللي احنا بنسميه الميلودي. ايوه. دايما بيبقى رفيع، والمصاحبه او اللي هي الاصوات اللي بتمشي مع اللحن علشان تبرز جماله دايما بتبقى اغلظ وبتبقى على الايد الشمال. طيب نستكمل بقى الصوابع السوداء. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الصوابع البيضاء، نكمل على الصوابع السوداء اللي موجودة خلال الاوكتاف. هو فكرة مبسطة جدا. الصوابع البيضاء تقريبا دايما بين الصوت والصوت بعد كامل. ايوه، درجة. درجة كاملة. بينهم صباع اسود بيبقى نص درجة. أيوة. يعني متوسط ما بين الاثنين. لما بنيجي هنا مرة بنلاقي 2 سود و3 سود. أيوة. اما بنلاقي مرة مفيش اسود بينهم، يعني دول اصلا بينهم نص تون. أيوة. مش محتاجين ان احنا نحط نص تون بينهم. فمن الدول الري محتاجين نحط نص تون، لان من الدول الري تون كامل. أيوة. التون ده اللي هو البعد الموسيقي. ومن الري للمي تون برضو كامل او تون درجة كامل. واحدة. عشان كده في نص تون في النص. تون. ايوه. وهنا مفيش نص بين المي والفا، يبقى هم يعني اصلا نص. اصلا أيوة. نص. وهكذا طول ما احنا ماشيين بين الفا والسول تون، بين السول واللا تون، بين اللا والسي تون، بين السي والدو نص تون. عشان كده ما عندناش. فهمنا دلوقتي. نحاول نقول تاني النغمات الموسيقية البيضاء اللي احنا قلناهم. نقولهم تاني. قولي يا حبيبتي. دو ري مي فا صول لا سي دو. برافو عليكي. وبعدين هنا دول طبعا 7 نغمات تكرارهم ال8. خلاص. وبعدين هنا بين الدو والري في نص درجة. وبعدين بين الري والمي في نص درجة. بين المي والفا مفيش. برافو عليكم. بين الفا والسول في نص درجة. بين السول واللا في نص نص درجة. لا والسي نص درجة. السي والدو مفيش. عشان كده بنشوف 5 صوابع سود. وهنا كام؟ اصل انا مش عارفة الحقيقة كام. 7. برافو عليك. والثامن بالتكرار يبقى 8. مظبوط. الأستاذ هاني شنودة دلوقتي تعرفنا على الصوابع البيضاء والصوابع السوداء. يا ريت نحسهم بالمزيكا. أنا هلعب لحن الأول على الصوابع البيضاء بس، وأرجو إن أنتوا تكونوا سمعتوه، لأن اللحن ده لحن عالمي من وضع الموسيقار اللي اسمه موتسارت. بيتهيألي إن أنتوا سمعتوا عنه. على العموم ممكن نتكلم عنه بعد ما نسمع اللحن ده. اللحن ده على الصوابع البيضاء بس، هنسمعه لكم مرة. حسيتوه؟ دخل جوانا كده وحسيناه. تيجوا نغنيه بلا لا لا. يلا. 1 2 3 4. حلو قوي. هلعب لكم لحن تاني
المؤلف الموسيقي، وده موتسارت، وده باستخدام الصوابع البيضاء والصوابع السوداء. تقدروا تسقفوا معايا فيه عشان ده هتحسوا. يعني الأول نحاول نسمعه عشان تحسوا قوي، بعدين نبتدي نسقف مظبوط. خلاص لأن ده يلا لحن دينا إيقاعي. عشان تغني معانا. يلا. معلش انا اصل في مودريشن تاني، انتوا بتكرروا نفس اللحن، لكن هو ما بيكررش، هو بيروح لسكه تانيه. وعلى العموم انا مبسوط جدا جدا وانا بعزف ان انتوا عارفين دي انتوا عارفوا اسمها ايه دي اللحن ده؟ احنا عرفنا اسم المؤلف الموسيقي اسمه موتسارت. ده اللحن بتاع السيمفونيه ال40 بتاعته. بما اننا عارفين ان الموسيقى دي لغه عالميه، عشان تعرفوا ليه انتوا حبيتوا المؤلف ده وليه انتوا حسيتوا بالالحان دي على طول. لان المؤلف ده كانوا بيسموه الصبي المعجزه، The Wonder Boy، لان هو الف اول مؤلفاته في سن 5 سنين. يعني دينا يعني قد دينا عندها 4 سنين، يعني كمان السنة الجاية. وألف أول سيمفونية له وهو في سن 7 سنين، وكان بيحترف العزف. وهو في سن 11 اتعين الموسيقي بتاع البلاط، الموسيقي بتاع الإمبراطور أو الملك. فطبعا روحه الطفولية اللي فضلت معاه طول عمره يمكن بتلهم أبطال العالم كلهم، وبيحس إن هم حاسين بالموسيقى دي وإنها عايشة معاهم، وإنها موسيقى بسيطة جدا في حين إنها من أعمق ما كتب. لأن الراجل ده كان صافي الموهبة عنده موهبة موسيقية، وبيحس إن هو لما بيسمع لحن يروح قاعد على طول على الأورج ولعبه أو على البيانو أو كده وكده، إن هو لازم يتعلم. لأن طبعا ده يدل على إنه موهبة، لكن ما يدلش على إنه اتعلم موسيقى. وما يبقاش فنان أصيل. طيب إحنا دلوقتي اتعلمنا ال7 نغمات الصوابع السوداء البيضاء والسوداء طبعا، والتامنة اللي هي دو اللي هي ايه الجواب الاولى. هي التامنة مش لازم تكون الدو، ممكن تكون اي حاجة. تمام. افرضوا احنا ابتديناها من الفا، نعرف فا سول لا سي دو ري مي فا. فالفا اكتب الفا، والدو اكتب الدو، والري اكتب الري، والمي اكتب المي. ده حاجة عظيمة جدا. الأستاذ هاني شنودة بنقول إن الموسيقى جزء تعليمي احنا بنتعلمه دلوقتي، فن أصيل وعريق من زمان زمان زمان. واحنا يعني بنقول ايه ان احنا بنعرف الموسيقى، بس من زمان ما كانش كتابتها زي مثلا ما بقول جملة دلوقتي اسلم على الاستاذ هاني شنودة اقول له ازيك يا استاذ هاني شنودة، ممكن اكتبها بالحروف الابجدية. لكن عشان اقول لا 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 كنتش اقدر اكتبها. التدوين الموسيقي. كلمة تدوين معناها ايه لو حاولنا نقربها للولاد ونقول لهم ان هي زي ايه؟ زي ما بنكتب جملة. انا جيت سلمت هنا على رما قلت لها ازيك يا رما وعايزه اكتب الكلام ده بالحروف الابجديه. لو انا عندي جمله موسيقيه جوايا وعايزه اكتبها، ده معناه تدوين. نقدر نفسر التدوين ده بطريقه مبسطه خالص للصغيرين. نقول ايه؟ نقدر نقول ان الحضاره هي التدوين،
اللي حفظ حضارة الإنسان هو الكتابة والتدوين. وإحنا لو ما كناش لقينا على المعابد الفرعونية كتابة ونقوش وحلينا الرموز دي وعرفنا إنها كتابة وعرفنا القصص بتاعتهم، يمكن ما كناش عرفنا إنهم موجودين خالص. برضو الموسيقى نفس الحاجة. كان زمان الناس بتتناقل الموسيقى علشان تحتفظ بيها. يعني الأب يعلم ولاده والولاد يعلموا ولادهم ولادهم يعلموا ولاد ولادهم، لكن ذاكرة الإنسان ما كانتش بتستوعب كل حاجة. ده واحد. نمرة 2، كان في ناس بيضيفوا لها ويحسنوا فيها. أستاذ هاني شنودة، نقدر نقول إن مين أول شعب ابتدى التدوين الموسيقي؟ هو اللي احنا نعرفه لغاية دلوقتي إنهم اليونانيين القدماء، وابتدوا التدوين بطريقة يمكن كانت بدائية شوية، ويمكن ما كانش فيها عنصر الزمن. وفي ناس كتير عملوا الحكاية دي، لكن ده تدوين مش كامل، لأن احنا عارفين إن الموسيقى فن زمني ولها علاقة بالزمن بس. فإذا ما كانش فيه تدوين للزمن اللي هتعزف فيه النوتة أو المقطوعة الموسيقية، كأننا ما عملناش أي تدوين. بعد ما التدوين البسيط ده اللي حاوله اليونانيين، وطبعا أعقب كده ناس كتير قوي، حتى العرب كان عندهم تدوين. أيوه. ويمكن في حاجات احنا لسه ما قدرناش نعرف الألحان بتاعتها شكلها ازاي دلوقتي. أيوه. زي كتاب الأغاني بتاع الأصفهاني، ده موجود فيه تدوين بس بطريقة طبعا برضه ملهاش علاقة بالزمن. كان بيكتب المقام، وكان بيكتب الضرب يعني الإيقاع بتاعها، والسلم اللي هتعزف عليه، ويكتب انها بتبتدي بالخنصر او بالبنصر او بالسبابة اللي هو على العود يعني. لكن طبعا ده ما كانتش طريقة كافية. اللي عمل بقى التدوين الحديث راهب اسمه جويدي لاتزيري، وده عمل اول ما عمل على 24 خط، وكان التدوين معقد قوي، لكن هم ابتدوا يبسطوه وخلوه 5 خطوط بس. لغاية وقتنا الحالي هو التدوين على 5 خطوط، وهو ده اللي بيستخدم. سيادتك ذكرت قلت ان الموسيقى زمنية. معنى كده طبعا انتوا فهمتوا يعني ايه زمنية؟ فهمتوا. طب احنا عاوزين برضو نفسرها بالنسبة للفنون. يعني هل في فنون مكانية وفي فنون مكانية زمنية؟ طبعا. انا ماليش دعوه بحكايه مكانيه زمنيه. زمنيه. انا اقصد ان اللوحه او العماره او التمثال. الفنون الاخرى هي التشكيليه. الفنون التشكيليه دي الواحد ممكن يتفرج عليها يستوعبها في ثانيه، او يقعد يتفرج عليها ساعه. ده مش مؤثر في العمل نفسه. انما المقطوعه الموسيقيه بتعزف مثلا في 5 دقائق، فهو بيقعد يسمع 5 دقايق زمن. أنا والتاني والتالت والرابع والخامس، واللي عاملها برضه لما بنسمعها في نفس الزمن. 5 دقايق. فهي لها علاقة بالزمن مش بالمكان. يعني أنا ممكن أسمعها في أي مكان في الدنيا، لكن هل أقدر أتفرج على مثلا تمثال نهضة مصر في أي مكان في الدنيا؟ لا. لازم أروح لغاية عنده. أما الموسيقى فممكن أخدها وأسمعها في أي حتة في أي مكان، لكن في الزمن اللي هي موضوعة فيه. فلو طولت عن كده ما تبقاش نفس المقطوعة، ولو قصرت عن كده ما تبقاش نفس المقطوعة. دلوقتي احنا عندنا 5 صوابع، وهتخلينا النهاردة برضو في درسنا الصوابع البيضاء والصوابع السوداء، ونحاول نشوف الأستاذ هاني بيستخدم ال5 صوابع دول على 8 نغمات ازاي، وعلى ال5 نغمات اللي فوق ازاي، وصولهم ايه. يعني احنا لو بصينا هنا يا أستاذ هاني، ال5 صوابع ترتيبهم بيبقى ازاي على ال7 نغمات او ال8 نغمات؟ طيب عشان نبتدي بقى صح، هقول ان احنا من ناحية البيانو، ايوه، الناحية التشريحية احنا عندنا 4 صوابع. ايوه، 4 صوابع، وواحد صفته الحركية صفة تانية. كل صوابعنا بتتحرك لتحت ما عدا الصباع ده، الحركة الأسهل بتاعته هي للجنب، يعني من الجنب للجنب، ودول من فوق لتحت. فعشان نطبق الحكاية دي التكنيك بتاع البيانو أو طريقة عزف البيانو الصح، قالوا احنا عندنا ايه 5 نوت اهم، لو الكاميرا موضحة ايدي مش عارف، 5 نوت وقبلهم 3. فأنا أعمل 1 2 3 وأرجع 1 2 3 4 5، أكمل الأوكتاف. يعني 1 2 3 1 2 3 4 5. لكن في مشكلة هنا، إن أنا لما بعمل 1 2 3 بيبان سكتة أو نقلة، ودي مش لازم تبان.
فقلنا لازم نعمل بريباريشن للصباع بتاعنا او تحضير. نقول اول ما لعبنا واحد بده لعبنا 2 بده، ننقل الصباع اللي جوه شويه 3 يكون خد محله، ما نسمعش اي سكت اي توقف، كلهم زي بعض. عرفنا دلوقتي كمان مرة يا أستاذ هاني لو سمحت، ويا ريت ممكن أي تمرين أو حتى سلم بنفس ترتيب الصوابع اللي بيتلعب بيها البيانو أو الأورج. 1 2 3 4 5 6 7 8 دول النوت بتوعي. نمر الصوابع 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1. حد يقدر يعملهم لي كده على الهوا؟ نعملهم كلنا على الهوا. 1 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1. برافو عليكم. بس مين بيقدر يعمل التحضير وهو بيعمل 1 2 يخش شوية 3 يخش أكتر، يقوم يلاقي نفسه في المكان بتاعه. ورينا يا راما. 1 يلا 1 أهو. 1 2 يخش شوية 3 أكتر 4 يبقى في مكانه، وبعدين 2 3 4 5. عرفنا؟ ها؟ ده لازم ممارسة كتير قوي، خصوصا اللي في البيت لازم يكتبوا الحكاية دي معانا. 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1. بالنسبة لاستعمالنا للنص درجة اللي فوق، هل بيبقى ليها برضو ترتيب في الصوابع واحنا بنلعب موسيقى؟ ترتيب المقطوعات الموسيقية دايما مكتوب فوقيها. الناس اللي بتذاكر دراسة يعني دراسة بيلاقوا فوق أي مقطوعة موسيقية نمر الصوابع مكتوبة علشان نتقيد بيها في العزف. لكن القاعدة اللي أنا بقولها دي هي القاعدة التشريحية بتاعت الإيد، واللي مكتوب عليها نمر الصوابع اللي فوق المقطوعات الموسيقية. لكن كل مقطوعة موسيقية بتختلف حسب الإيد رايحة منين، من أي نوتة وجاية من أنهي نوتة وكده، فده لازم بقى دراسة شديدة يعني. طيب الأستاذ هاني شنودة بنقول إن أي لحن بيتكون من 3 عناصر: الميلودي احنا قلنا قبل كده، والإيقاع والهارموني. احنا عايزين نعمل يعني نقول ترتيب الإيقاع على لوحة صغيرة جدا، بس بعد ما طبعا تعلموا على اللوحة دي نحاول ان احنا نلعبه بالمزيكا كإيقاع حتى 1 2 3 4. احنا اول إيقاع عندنا اللي هو الروند، اللي هو كما لو ان في ايدي كحكة مدورة. الكحكة المدورة دي بنسميها روند. الروند استاذ هاني شنودة زمانها قد ايه؟ زمانها 4 خبطات. يعني تستنى 4 خبطات. يعني ما تبقاش 4 خبطات. لا نقول 2 3 4 في صغرنا. وهي تفضل معزوفة متصلة كده. بعد الروند عندنا البلانش. بتتقسم الروند دي لو قسمناها 2، لو انتوا تصورتوا ان معايا رغيف، الرغيف ده اللي هو الروند، وقسمت الرغيف نصين يبقى ايه؟ النص ده بلانش والنص ده بلانش، يعني الروند بتبقى 2 بلانش. البلانش يا استاذ هاني بتديني ايه؟ بيستمر زمن خبطتين لانه النص بالظبط مش 4. اسمعوا كده 1 2. خلاص. دلوقتي الرغيف المدور اللي فوق ده اسمه ايه؟ الروند. الروند ده زمنه قد ايه؟ 4 ايه؟ 4 عدات. عدات. يعني النغمة يا استاذ هاني نقول تاني، النغمة بتستمر 4 عدات. 1 2 3 4. نخلي بالنا ان الصباع ما بنعملش كده 1 2 3 4، دي تبقى غلط. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هندق فاهم؟ صباعنا يفضل على النغمة 1 2 3 4. طيب دلوقتي الروند قسمنا الرغيف ده 2، بقى اداني ايه؟ بلانش وبلانش. البلانش زمانها قد ايه؟
اتنين. برافو، واثنين لان هي ايه؟ لانج اتنين، بلانج اتنين. البلانش اثنين واثنين اللي هي عشان نعوض زمن الران. طيب البلانش لو قسمنا الرغيف ده بعد ما قسمناه نصين، قسمناه 4/4 هيديني ايه؟ نوار. نوار هيديني ايه؟ مظبوط. واحد. نسمع الواحد هيدينا قد ايه؟ واحد. خلاص دي النوار. طبعا لو قسمنا النوار كمان هيديني ايه؟ نص. هيدينا نص. يدينا ايه يا استاذ هاني؟ هيدينا كروش. الكراش دي زمانها قد ايه؟ نحسه زمانها كده؟ نص. نحسه. هنقول ايه؟ هنقول واحد ونلعب اتنين تبقى نص، مش كده؟ يعني واحد. دي نص. صح؟ صح. ما هي كل واحدة فيهم نص. انا لعبت اتنين بواحد. مش كده؟ في تجربة صغيرة قوي يمكن تكون اسهل. بدل ما نبتدي من الروند ونروح لغاية الكروش، ايوه هنبتدي من النوار. ليه النوار؟ لان النوار دي مين شاف شكلها؟ عبارة عن عصاية كده او خط فيها دايرة. يعني شبه رجل العسكري، شبه ما العسكري بيمشي. العسكري بيمشي بيعمل ازاي؟ طم طم. خلاص؟ نفرض ان في عسكري اصغر منه او ابنه ماشي جنبه مش هيلحق خطوته، هيعمل تن 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 كل خطوتين بخطوة. هو ده اسمه الكروش. عشان كده تلاقي الكروش كل اتنين ماسكين في ايدين بعض عشان هم اصغر من النوار، فهيبقى النوار. البلانش الخطة الواحدة هتستمر اتنين زي ما اتفقنا، يبقى ده بقى يعني الشاويش. وبعدين في بقى طبعا ايه اللي هو رئيس بقى العساكر خالص اللي هو بيمشي عايزين نعرف بقى النوار اللي هو العسكري بيمشي ازاي. برافو قوي. العسكري الصغير قوي العسكري الصغير ده اسمه ايه؟ اسمه لا اسمه نوار كروش. هنقولهم بقى باساميهم لان احنا عارفين. هنقولهم احنا. هو الاستاذ هاني قالها العسكري والشاويش وابن العسكري، لكن احنا هنحفظهم بالمزيكا. هنقول ايه بقى دلوقتي؟ كروش. تم 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 تم. نوار. تم 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 تم. بلانش. تم 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 تم. روند. برافو قوي قوي. الروند دي بنعمل 4 في سرنا وهي تفضل مستمرة هنا. دلوقتي انتوا عرفتوهم كلهم كويس جدا، برافو عليك والله. دلوقتي دي الايقاعات. عايزين دلوقتي احنا عندنا هنا 5 خطوط وعندنا مفتاح صول، وهنحاول نتعلم على ال5 خطوط دول النغمات الموسيقية. سميناه مفتاح صول لان هو بيدي الخط ده الاسم صول. يعني هو واقف هنا عشان يقول لنا انا مفتاح صول وبخلي الخط ده اسمه صول. وعشان قبل ما نبتدي هقول لكم على حاجه ظريفه قوي. العلامات الموسيقيه زي البني ادمين كلهم متساويين في القدر، لكن كل واحد حسب صنعته. ففي واحد بيشتغل فران، وفي واحد بيشتغل بقال، وفي واحد بيشتغل صانع، وفي واحد بيشتغل زارع. اللي بتشوفيه في الدكان بتقولي ده ايه؟ بقال. حلو. واللي بتشوفيه في الغيط او في الحقل زير. حلو. واللي بتشوفيه بقى في الفرن اسمه ايه؟ خباز. حلو قوي. هنا بقى اللي نشوفه على الخط ده نسميها مي، صح؟ مي. واللي نشوفه على الخط ده نسميه صوت. واللي نشوفه على الخط ده نسميه سي. واللي نشوفه على الخط ده ري. وده فا. يبقى اسامي الخطوط مي صول سي ري فا. كويس؟ الخطوط دول بينهم مسافات. المسافة يعني اللي بين الخط ده والخط ده مسافة. المسافة دي بين الخط ده وبين والخط ده، الجزء ده بنسميه مسافة. أي علامة بتتحط هنا
يبقى يسمى فا، هنا فا وهنا لا، وهنا لا وهنا دو، وهنا دو وهنا مي. مي. يبقى فا لا دو مي. اسامي المسافات واسامي الخطوط. فا لا دو مي الخطوط مي سول سي ري فا. وعلشان برضو نعملهم بطريقه اسهل نعمل صوابعنا كده. صوابعنا دول كام؟ 5 بينهم كام مسافه؟ 4 1 2 3 4 مش كده؟ هنقول اسامي الخطوط مي سول سي ري فا. اسامي المسافات فا لا دو مي. خلاص؟ هنحفظهم تمام؟ طب انا هسألكم وهسألكم مش بالترتيب عشان اشوف انتوا ايه فاكرين ولا مش فاكرين. اشاور على صباعي تقولي لي اسمه ايه. ده اسمه ايه؟ مي برافو عليك. ده صول ده سي ايوه ري ري فا كويس. طب ده اللي عليه المفتاح ده. سول وده سي برافو. وده مي صول سي صول مي ري برافو. فا ري فا مي صول سي ري فا حلو قوي. نشوف مسافات. فا ري لا 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 دو مي فا. لا دو مي طب دي ايه؟ فا طب دي ايه؟ لا طب دي ايه؟ دو طب دي مي لا. كده صح. وده لا لا وده دو وده فا لا ده الثانية المسافة الثانية. وده مي فا لا دو مي. برافو عليك. ده انتوا بعد شوية هتبقوا أحسن مني. نحاول برضه نوريهم شكل النوتة الموسيقية المدونة، يعني بيبقى شكلها ايه. النوتة الموسيقية تتكتب كده. ده كتاب دراسة. ايوه نشوف أول مقطوعة. يا استاذ هاني. ده كتاب دراسة أو ستادي أو إتيود أيا كان الاسم بأي لغة. يعني شايفين هنا مفتاح سول في الأول وهو على تاني خط، وشايفين هنا علامة سي يعني الزمن كومبليت أو 4/4 زي ما بنسميه، وشايفين هنا بلانش، وبعدين شايفين هنا نوار منقوطة طبعا لسه ما عرفناش يعني ايه بس نوار، وشايفين هنا ادي كروش، وشايفين هنا ادي بلانش. احنا عموما بنتعرف على شكل التدوين الموسيقي، ولسه طبعا مع المراحل الجايه هنتعرف على شكل النوتة الموسيقية. في نهاية لقائي والفنان هاني شنودة ورحلتنا القصيرة اللي هتستمر حلقات وحلقات أخرى للتعرف على آلة الأورج. بشكر الأصدقاء الصغيرين اللي حضروا معنا البرنامج، وبوجه الدعوة لكل صديق يحب ان هو يشترك معنا في البرنامج يتفضل مشكور إلى مراقبة الأطفال بالقناة الثانية للاشتراك معنا في رحلة الأورج والفنان هاني شنودة.